اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الشاورما. هعمل شاورمه لحمه وشويه فراخ كده، صدر فرخه بس كده هوت اللي هعمله معاها. بس دي التتبيله بتاعتنا، يعني التتبيله اللي انا بعملها على طول للشاورما بتبقى طعمها حلو قوي وحلوه، يعني جربوا التتبيله دي هتعجبكم. يعني هنا هوت انا معايا هنا كوبايه زبادي، ومعايا مجموعه من البهارات، حاطه فلفل اسمر، حاطه بابريكا مدخنه، حاطه بهارات فراخ. البهارات فراخ بحطها عشان بيبقى فيها روزماري، وبيبقى فيها زعتر، بيبقى فيها تتبيله حلوه للفراخ، بتنفعنا برضو في اللحمه. والبهارات طبعا بتاعت الفلفل الاسمر حط عليه كبيبه صيني، وحط عليه جوز الطيب، فالكبيبه الصيني بتبقى حلوه مع اللحمه يعني. وحطيت بقى بهارات الفراخ مع البابريكا مع الفلفل الاسمر بتاعي اللي انا عاملاه، اللي هو المحوج كله، فيه حاجات كتير كده هوت، جوز الطيب على كيباصيني على ورق لورا، على لا ورق لورا لا زر ورد، وعليه حبهان وقرنفل. كل ده انا بحتاجه، بحطه على طول في الفلفل الاسمر بتاعي. ولو حابه ان انت تحطي بهارات لحمه بتحطيها، بس انا حطيت بهارات فراخ لان هي بهارات الفراخ فيها حاجات غير اللي بتتحط في بهارات اللحمه. وكوبايه الزبادي ومعاهم كوبايه زيت، يعني كوبايه الزبادي بحط اللي هي نصها زيت، مش بتبقى كلها كده، انا مش بحتاج زيت تاني. والمعلقه اللي انا حطيتها اللي هي البيضه ديت سنه من ملح الليمون. ملح الليمون ده بيدي طعم حلو كده، ميزز للشاورما، وفي نفس الوقت بيخليها تستوي بسرعه، يعني ما تخليهاش لين. انا حاطه لحمه، فاللحمه بتاخد سوا معانا، بتشد وكده فمش بيخليها ان هي تستوي. انا عموما هتبلها وهحطها ساعه كده اهوت، هسيبها ساعه بالتتبيله بتاعتها. عايزه تسيبيها من قبليها كده، تعمليها من بالليل وتسيبيها في التلاجة، تقفلي عليها كده اهوت بغطا او حاجه وتحطيها في التلاجة، هتبقى حلوه قوي، هتطلع معاكي دايبه. كمان ممكن ما تحطيش ملح الليمون، بس انا بحب ملح الليمون لان بيديه مزازه. مزازه الليمون بتظهر فيه قوي لما بحط ملح الليمون. الزيت اللي انا حطيته اللي هي نص كوبايه، هي ما حطيتهاش عليها، هي كانت كوبايه الزبادي، بكمل عليها شويه. بحط كوبايه الزبادي اللي هي الزبده اللي انا فضيتها، بحط فيها زيت، وبحطها على المقدار اللحمه او مقدار الفراخ. ان كان كيلو بتاخد الكوبايه كامله، ان كان نص كيلو زي ما انا عامله كده نص كيلو، وهنا الناحيه التانية كان ربع كيلو تقريبا او اقل، هو صدر فرخه، فحطيتهم عليهم. والباقي ان انا همسح بيه الجريل وانا بعمل العيش، عيش الشاورما كده. خلاص اتبلناها وحطيناها كده على جنب شويه، وبعد كده بسخن الجريل وهنزل عليهم بالشاورما بتاعتي بالتتبيله اهي. بصي بعد ما اتبلت بشويه، وبوريكم الزيت، انا ما بحطش الزيت خالص كده، خلاص اعتمدت على الزيت اللي هي محطوط فيها، ده بيخليها برضو فيها مديه طراوه كده اهو. تجربوا التتبيله دي هتعجبكم قوي، خاصة ملح الليمون بيدي طعم حلو قوي للشاورما. حطيته على الشاورما وحطيته على ايه، في حاجات تاني كنت بحطها عليه، بس ان انا مش بحطه على كل اكل، يعني على الحاجات اللي هي بحب فيها المزازة شوية، يزيد المزازة في الاكل. اللي مش بيحب حاجة مززة ما يحطوش. خلاص هحطه بس كده على النار شويه يستوي لحد ما هتنشف الميه بتاعته. انا مش هستنى ان هو هقفل عليه وكده، لا، هتنشف كل السوائل اللي فيه دي كلها هتنشف، مش هيتبقى غير الزيت بس. بعد كده هنزل بقى بالبقيه الحاجه بتاعت الخضار اللي انا هحطه عليه. هنا انا بعمل التوميه، حطيت كوبايتين ميه عليهم 4 معالق من النشا، وبقعد بقى اقلب فيهم كده اهو. بحط وهي بارده الاول، ما بولعش عليها، يعني احط الميه وعليها النشا واقلبهم بس شويه، بعد كده اولع عليها النار، علشان لو هي سخنه بيروح مكتل على طول النشا. هنا ايدي فيها بقى كده كل شويه بقلب فيها عشان السوائل بتاعتها تتحرك، لان الجريل مربع فتتحرك في كل حته بحيث ان هي تنشف. هنا حطيت عليه اللحمه الفراخ، يعني انا حسيت ان الكميه مش هتكفي معانا وكده، فروحت مطلعه عليهم صدر الفرخه دوت وقطعته عليها كده. هسيبه بقى ايه، ان هو ده يستوي بقى شويه كده، وده كله ياخد في بعضه. طبعا الفراخ مع اللحمه بيدي طعم حلو، اللحمه عموما بتبقى طعمها احلى، يعني انا عن نفسي بحب اللحمه اكتر يعني. هقلب بقى. بصي النشا بقى طلعت معانا ازاي، اتجمدت كده، هو دام جمدت كده خلاص هسيبها تهدى بقى شويه كده، بطفي عليها النار واسيبها تهدى، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. قطعت هنا البصله في قلب الصينيه اللي انا عملت فيها، او الطبق اللي انا عملت فيه، ومسحته كده، خدت البهارات اللي فيه كله ونزله على الشاورما. هياخد بس تسويه بسيطه كده اهو. بعد كده اطلع عليه، احط عليه الفلفل. ده فلفل الوان انا كنت مخزناه في الفريزر وطلعته وحطيت عليه برده شويه من الفريش كده اهوت.
يتحط عليه كده. خلاص انا اللحمه ما دام نزلت الخضار يبقى اللحمه بتاعتي استوت، ببقى جربتها، ببقى ادوقها كده اهوت، بشوفها كده استوت، بنزلها بقى تكمل تسويت. بس هنا شايفين ان مش باقي غير الزيوت، يعني ايه، حاجه بسيطه خالص من الصوص اللي فيه. هعمل هنا اهوت بقى التوميه، هنزل بقى كده بعد النشا ما بردت، مهلبيه يعني تعتبر بردت خالص، بنزل عليها بحطها كده في الخلاط بالشكل ده، وبنزل عليها بكوبايه زيت، ومعاها معلقه خل، مش بنكتروه، كوبايه زبادي ومعلقه، وبرده هنحط عليها قد كوبايه الزبادي مايونيز. معلقه التومه اهي كده، ننزل معاكم كده بالتدريج بالحاجه اللي نزلت ديت كده. المايونيز نزلت كده قد كوبايه الزبادي، يعني نزلت عليها كده اهو قد كوبايه الزبادي، يعني كوبايه الزبادي باخد كل حاجه حتى الزيت زيها، بحط معيار الزبادي هو نفس المعيار لكل حاجه. معنا هنا اهو احط معلقتين من الخل، هضربهم كده. ناقص الملح، هنحط لها بقى الملح بعدين، انا ما حطيتهوش فيها، فهتشوفوني دلوقتي وانا بحط الملح كده. هي خلصت خلاص، بحط شويه ملح شويه كمون وخلاص كده. بتضربيها ضربه حلوه، بيبقى الثوم مفروم علشان ما يبقاش باين تحت باين طعمه يعني وانتي بتاكلي ما تحسيش بيه، فيبقى مفروم قوي احسن. معلقه كمون ومعلقه ملح، هضربهم بقى تاني عشان ده كله يخش في بعضه، وبعد كده بحطه في علبه تلاجة. انا مش بحطه على طول كده يغرف، عشان باخد على قدي، والباقي بيبقى موجود في التلاجة كده اهوت، يقعد له 3 4 ايام، بيبقى حلو. هو ما بيطولش ال 3 4 ايام يعني، عشان عيالي بيحبوه قوي يعني. معايا هنا عيش السوري، بتجيبي من عند الحلواني او مش او من عطار تقريبا، يعني اي حد بيبيعه، يعني بيبقى موجود على طول متوفر. يعني الكيس ده بيبقى فيه 6 وحدات، مش عارفه ب7 جنيه تقريبا، حاجه زي كده. 5 وحدات ب6 جنيه او يعني مش عارفه العدد بتاعهم بصراحه، بس هم تقريبا 5 وحدات وب6 جنيه الواحد، يعني على ما اعتقد السعر كده. هنا بحط جبنه، طلعت جبنه كده من الفريزر اللي هي جبنه الشيدر، وبحطها كده عشان يدي معايا مطه حلوه. وبنزل عليهم بقى بالتوابل. انا حطيت الاول التوميه، وبعد كده عليها الجبنه، وبعد كده بلفها. تمام كده. الاكله دي بقى عيالي بيعزوها قوي قوي، بيحبوها جدا، يعني ديت من الاكله اللي على طول يعني لازم ان انا اعملها مرتين في الاسبوع. يحبوها باي حاجه، بشاورما، ممكن ببطاطس، اي حاجه. لازم العيش السوري ده كده، والجبنه والتوميه، دول الاساسيين، جبنه وتوميه، واللي يتحط الحشو اللي جواه اي حاجه. يعني ساعات بحط لهم بطاطس فيها، بيحبوها كمان جدا بالبطاطس، بس ازود بقى الجبنه، اللي احط موتزاريلا بقى لما يبقى بطاطس، ازود بقى موتزاريلا. انا بحب الجبنه الرومي ليه؟ عشان بيبقى فيها طعم. إيه، ولكن الموتزاريلا بتدي مطه كده، بتبقى شكلها حلو، فانا بحب ان انا اعملها لهم من كل الحاجات دي. هنا معايا بقى الجريل اللي انا هبدا اسوي العيش. حطيت شويه زيت، بقيه الزيت اللي احنا خدناه كملنا عليه وحطيناه في التوميه. هنا بقى هستعملنا زيت بقى جديد، عشان قلت لكم هستعمله في الطاسه، فانا ايه حطيته على التوميه. تمام كده خلاص. هنبدا بقى نقلبه كده لحد ما ياخد شكل الجريل كده ويمسك في بعضه، وبيبقى حلو قوي. الاكله دي بقى العيال كلها بتحبها، بتموت فيها يعني. بتكون الوصفة كده سهلة، التتبيلة بتاعتها تكون سهلة عليكم، والتومية كمان تكون سهلة، وان تعرفوا ان انتوا تعملوها بتبقى حلوة اوي. التومية في البيت زيها زي سلطة الطحينة، زي اي سلطات بتبقى موجودة في البيت، هي موجودة بتبقى حلوة مع والعيش ده لما يكون موجود كمان بتبقى مسهلة عليكي، حتى سندوتشات وانت خارجة، حتى سندوتشات في المدرسة بتبقى مسهلة. يعني اي حاجة يتحط في العيش، مش شرط شاورما، يعني ممكن تحطي سجق، ممكن تحطي بطاطس، بس بتحطي، انا بحط فيها اي حاجه، يعني كل اي حاجه موجوده عندي انا بعملها. هنا بقى بنتي هي بقى اللي بدات تكمل وتخلص، بتغرفهم بقى كده في الطباق التوميه، وبيحبوا بقى ان هم يزودوا الليمون عليها، بيحطوا ليمون بزياده. ده كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك، حطوا لي لايك للفيديو، حطوا لي لايك كده. بصي الليمون اهو، زودي بقى الليمون في التوميه زي ما انت عايزه، يعجبك قوي. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.